السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير من المرضى يسألون عن الفرق بين آلام الظهر أو آلام النابعة من الكليتين. طبعا كثير من الأمور تفرق بين آلام الظهر وآلام الكليتين. آلام الظهر عادة تكون لها صلة بالحركة، الانحناء أو تحريك عضلات الظهر بصورة مستمرة، وعادة يكون هذا الألم مصاحب بخدر في القدمين أو في الأطراف السفلى، ويكون الألم مستمرا غير منقطع وعادة في أوقات الليل. بينما آلام الكلى قد لا تكون مصاحبة للحركة، تكون عادة آلام مستمرة بصورة مزعجة، وعادة تكون غير مصاحبة للحركة أو الانحناء أو بصورة أخرى، إلا في حالات وجود تكيسات في الكلى أو وجود حصوة معينة في مكان معين في الحالب أو في الكلى ويؤدي إلى آلام. آلام الظهر أيضا تكون مصاحبة لحركة سابقة، ممكن أن تكون نتيجة انزلاق في الفقرات أو رفع ثقل عن الأرض. فبالنسبة للكلى يعني هذا ليس له علاقة، ممكن يكون عن طريق أيضا التهابات أو عن طريق حصوة في الكلى أو مشاكل أخرى في الكلى ممكن يكون سببها، وممكن مصاحبة تكون لتغير في لون الإدرار واللون التبول الذي ليس له علاقة في أمراض وانزلاقات وآلام الظهر. شغلة أخرى أيضا مهمة نذكرها أنه أكثر التهابات المشاكل الآلام الظهر العلاقة بالكلى مصاحبة لارتفاع درجات الحرارة إذا كان هناك التهاب شديد، لكن آلام الظهر الناتجة من التشنجات أو الانزلاقات قد لا تكون مصاحبة بارتفاع حرارة الجسم. كثير من الفحوصات يجب عملها، أبسطها فحص إدرار، فحص التبول، وللحصول على نتيجة بسيطة والكشف عن أسباب آلام الظهر. ممكن أن تكون التهابات بسيطة في الجسم أو حصوة معينة في الجهاز البولي، أو نتيجة لتشنجات في الظهر أو انزلاقات في الفقرات الظهرية والقطنية. وشكرا جزيلا. میهرەبانی دڵسۆزی و لێزانی